كده احنا خلصنا يا شباب. اول حاجه انا حابب اقول كلمتين في الاخر كده لكل الدفعه بتاعتكم. تمام، الحمد لله احنا خلصنا على خير السنه بتاعتنا. تمام، اشتغلنا مع بعض حوالي 10 شهور. منكم ناس شغالين معانا من اول السنه، منكم ناس دخلت معانا في الانتنسيف، منكم ناس دخلت معانا الترم الثاني، منكم ناس دخلت معانا في المراجعات. انا كلكم اتشرفت بيكم يا شباب جدا، اتشرفت بتدريسكم السنه كلها، وبدعي لكم دايما ان ربنا يوفقكم كلكم، ونشوفكم باذن الله في كل واحد في الكليه اللي بيحلم بيها، ونشوفكم كلكم باذن الله باذن الله اطباء وتبقوا زمايلي السنه الجايه. وده ما انا بعتبركم مش طلبتي، انا بعتبركم دكاتره صغيرين، بعتبركم ان انتوا اخواتي الصغيرين. تمام، سيبك من حته المدرس والطالب او الدكتور والطالب، فكك من الكلام ده كله، انتوا اخواتي الصغيرين. وانا كنت موجود زيكم السنه اللي فاتت وفي الضغط اللي انتوا فيه دلوقتي، وما كنتش عارف مستقبلي عامل ازاي، بس اللي اقدر اقوله لك خلي عندك ثقه في ربنا، ان ربنا باذن الله مش هيضيع تعبك. خلي عندك ثقه كبيره في ربنا ان ربنا مش هيضيع تعبك. انتوا تعبتوا يا شباب، تعبتوا تعبتوا تعبتوا، وتستاهلوا ان انتوا تخشوا الكليات اللي انتوا عايزينها. فحاولوا ان انتوا ما تخلوش لحظه ندم لاخر السنه. فاضل لك شهر ونص تقريبا لحد اخر امتحان، فاضل لك شهر ونص في الثانويه العامه. احب اجي لك المستقبل اقول لك الكليه مقرفه جدا بس ما فيهاش ضغط نفسي. الكليه صعبه جدا بس مش هتبقى خايف ان انت تخش امتحان مش مذاكر جزء معين. الكليه صعبه جدا بس لو انت دخلت كليه بتحبها هتبقى حابب الالم والمعاناه جوه الكليه. لكن انت فاضل لك شهر ونص في ثانويه عامه، فاضل لك شهر ونص على حلمك، شهر ونص على الكليه اللي انت بتحلم بيها، شهر ونص على الفتره اللي انت داخلها. ارجوكم يا شباب اوعى تبخل بزر التعب، واوعى تبخل ان انت تسال. عندك مشكله اسال، لو ليله الامتحان وعندك مشكله في مواد اسال. انا مش عارف اذاكر دي، انا مش عارف الم دي، اعمل ايه في ماده كذا، اعمل ايه في ماده كذا، اسالني، اسال اي حد في الدفعه اللي اكبر منك. صدقني كلنا موجودين عشان نفيدك. ما تضيعوش الفتره اللي جايه يا شباب. اليو ار تي مهم قوي، اليو ار تي مهم قوي. اظن ان انا عملنا معاكم اقصى ما عندنا، حلينا كل السورسز. الناس اللي معانا من اول السنه والله العظيم يا شباب، لو انت معانا من اول السنه وبتحل زي ما احنا بنحل، والله العظيم انت ما في طالب حل قدك السنه دي. وانا بحلف والله العظيم انت لو معانا من اول السنه، او حتى لو انت بتحل يعني ماشي معانا من اول السنه، حتى لو مش بتحضر المحاضرات لايف بس بتمشي وبتحل زي ما احنا بنحل الكميه اللي بنقول عليها وبتحل الواجبات، انت ما فيش طالب حل اكتر منك من اول السنه. انت تقريبا حليت اس تي كراك كله، حليت الريليز كلها، حليت الامتحانات القديمه كلها. فانت باذن الله مستواك عالي جدا 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 يا شباب. ولو لحد دلوقتي حتى بتغلط غلطه او غلطتين عادي يا شباب، اليو ار تي امتحان مش معمول عشان نقفله. اليو ار تي امتحان معمول عشان نجيب فيه اعلى درجه ممكنه. عادي ناقص درجه، عادي ناقص درجتين، عادي ناقص درجات، ان هو الامتحان مش معمول بالستايل انك تقفله، ولا ستيم كلها معموله بالستايل انك تقفلها، لا تي او سي ولا يو ار تي ولا كابستون. انت بتحاول تجيب اخرك عشان تجيب اعلى درجه ممكنه في الامتحان، وفي الاخر الترتيب والدرجه دي بتاعت ربنا. ممكن انت في دفعتك ترتيبك دوت مثلا 350، 350 ده كان في دفعتي يدخل طب بشري، في دفعتك انت ممكن ما يدخلش، في الدفعه من سنتين كان يدخل، الدفعه اللي جايه ممكن ما يدخلش. فانت ما تعرفش المستقبل فيه ايه، وما تعرفش الترتيب فيه ايه، وما تعرفش التنسيق فيه ايه. فهات اخرك، اعمل اللي عليك يا شباب. ابوس ايديكم، الفتره اللي جايه مش محتاجه تهاون، مش محتاجه كسل، مش محتاجه قلق، مش محتاجه اوفر ثينكينج، محتاجه شغل. حضرتك تشتغل بس. انت فاضل لك بالظبط اسبوعين على امتحانك الاول، امتحان العربي، وبدات العربي شكرا. انت دخلت في الامتحانات، والامتحانات هترجع يعني. بص، انت لو فاكر ان ثانويه عامه عدت معاك بسرعه، انت لو فاكر ان السنه كلها عدت بسرعه، صدقني اقسم بالله انا جاي لك من المستقبل وبقول لك اسرع فتره هتعدي عليك فتره الامتحانات. اسرع فتره مش هتحس بيها، هتهوب هتلاقي العربي خلص، في الانجليزي، في الدويتش، في الكيمستري، في الفيزيكس، في البايو، في الجي، وفي الماث، في الميكانيكس، هوب هتلاقي نفسك خلصت الامتحانات. تمام، فما تكسلش، ما تضيعش وقت، واقعد ذاكر، اعمل اللي عليك، ما تضيعش وقت خالص. تاخد دروس وتكمل في دروس، قررت تقعد من الدروس او ما تاخدش دروس عشان توفر وقت، توفر وقت على حسب الخطه اللي انت ماشي فيها، على حسب الطريقه اللي انت بتذاكر بيها من اول السنه. ده مش وقت تجربه مدرسين، ده مش وقت تجربه طرق مذاكره جديده، ده مش وقت ان انت تقعد كل يوم تجيب لي كشكول شكل وتقعد تلون لي الالوان. ده وقت شغل، وقت تجميع اكبر قدر ممكن من الدرجات، وقت ان انت تحاول تنجز وتفنش كل المواد اللي فاضله لك، عشان حتى لو هتسيب حاجه تذاكرها ليله الامتحان يبقى انت عارف زي بايه بالظبط. حلو، اللي انت هتقعد حوالي اسبوع او 10 ايام تمام قبل العربي مثلا ما بتذاكرش غير عربي، بعد كده تقعد خمس ست ايام ما بتذاكرش انجلش غير انجلش. فانت لما توصل مثلا للدويتش هيبقى فاضل لك، او بقى لك 15 يوم ما ذاكرتش دويتش خالص. لما توصل مثلا للكيمستري هتلاقي نفسك فاضل لك بقى لك 20 يوم ما ذاكرتش كيمستري خالص. لما توصل للفيزيكس نفس الكلام. لما توصل لليو ار تي ساينس 1 و2 في اخر السنه هتلاقي نفسك بقى لك شهر، شهر ونص ما حليتش ولا قطعه يو ار تي. فيا شباب ابوس ايديكم، حاولوا تستغلوا الاسبوعين اللي فاضلين دول قبل امتحان العربي او قبل فتره ضغطه العربي ان انت تحل يو ار تي، تفنش الانجليش والدويتش عشان مهمين قوي المواد الادبي. لو فيها معاك انفنتوري لسه ما خلصش حاول تخلصه. لو في لسه عندك كونسبتس في التي او سي في نقص واقعه قليله او سهله تلمها لمها. لو ما حلتش امتحانات حاول تحل امتحانات. تمام، ربنا يوفقكم يا شباب. انا يعني هحاول برضه انزل الجزء ده عندنا على الجروب عشان يفيد الناس كلها، واسيب لكم رقمي، واي حد حابب
يكلمني في اي سؤال، او حابب حتى طبعا المراجعات النهائيه كلها ريكوردد ومتسجله مرفوعه عندنا. اي حد حابب ياخد المراجعات النهائيه بتاعت اليو ار تي يتواصل معايا ويكلمني. اي حد عنده مشكله في اي حاجه يتواصل معايا ويكلمني، احنا موجودين عشان نساعدكم. ربنا يوفقكم يا شباب. كنت سعيد جدا ان انا درست لكم السنه دي او اشتغلت معاكم السنه دي. دكتور عبد الرحمن اليمني كان معاكم، واشوفكم بقى باذن الله السنه الجايه في كليه طب بشري كلكم باذن الله. انا نفسي كلكم تخشوا كليه طب بشري، واشوفكم باذن الله في حفلات التكريم اللي هنعملها للطلبه بتاعتنا باذن الله. ربنا يوفقكم يا شباب، تخشوا كل الكليات اللي انتم تتمنوها. بس كده، مع السلامه.